صباح النشاط والطاقة، صباح الحيوية، صباح الأيام الحلوة. ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. نبدأ كده يومنا بالصلاة على النبي، نشغل القرآن ونقول بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى يومك كده زي العسل وخفيف. النهاردة المطبخ زي انتم ما شايفينه. أنا امبارح كانت دروس مع الأولاد ومذاكرة وواجبات ودنيا، فما قدرتش أعمل المطبخ، وده وارد مع أي ست بيت على فكرة، فما تشوفوش الموضوع غريب بيحصل. بعمل ايه انا في الحاله دي؟ باخد كل حاجاتي وبحطها في غساله الاطباق، بسيب بس الحاجات اللي هي الالومنيا او الحاجات اللي عايزه دعك دي باخدها على ايدي، بس بشحن غساله الاطباق فوق وتحت زي انتوا كده ما شايفين، وبرنامج واريح راسي. لا الدنيا تمام معايا، بقف على الحوض عادي وبغسل عادي. يعني انا غساله الاطباق دي مخليها للمهام الصعبه، لما يكون ورايا اكل وطبيخ وما قدرتش ادخل المطبخ قبلها بيوم، فانا اعمل ايه بقى؟ احط كله في غساله الاطباق. لا انا متكله ولا معتمده على غساله الاطباق، ولا انا سايبه يدي خالص من المطبخ، لا انا جايباها تساعدني لما يكون في ازمه زي كده. بس فبحطهم زي كده لما يكون في مواعين كتير، وبشوف الدنيا وبحاول اروق المطبخ وبيروق معايا والحمد لله والدنيا تمام. وبدعك كده الحوض والرخامه ونبتدي نعمل الاكل بتاع النهارده. الاكل بتاع النهارده ايه بقى؟ السمين اللي احنا نضفناه مع بعض، سمين بتاع الخروف اللي احنا نضفناه سوا. طبعا فيديوهات نظافة السمين لازم مهمة جدا، يعني بتاخديش فيديو الطبخ وتسيب فيديو النظافة، لا اساسي اكلة السمين النظافة. نظفتي كويس هتاكلي بالهنا والشفا، نظفتيش كويس يبقى اللي جاي كله عك. يبقى اساسي اكل السمين ايه؟ النظافة. النظافة حلو، وهتاكليها احلى من اللي بتتباع في المصمت. ليه احلى من اللي بتتباع في المصمت؟ لان احنا منظفينها على ايدينا. بنجيب كل حاجة كده وحدها، لحمة الراس، الكوارع، طبعا لحمة الراس والكوارع بتاعت الخروف بياكلها حماية ابو جوزي، لكن الفشة والكرشة والامعاء بتاعت الخروف كده بنعملها بطريقة جميلة جدا، والكبدة والطحال بنعملها بطريقة حلوة. هنا انا طلعت الممبار بس انا ما عملتهوش لان انا بعمله بخلطة والوقت زنق والمدارس خلاص هتنصرف، فما لحقتش اعمله فرجعته تاني في الفريزر. وهنا دي حتة ليه كده هنشوحها كده ونشويها كده، فهتبقى جميلة جدا. لو حطيت لها شوية ملح وفلفل اسود بتتاكل وسط السمين، بتبقى جميلة جدا. يلا كده بينا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. حطينا حلة مية مغلية كده على النار تغلي، عشان دي الحاجات دي هنزلها شوربة. خلاص، مية وملح وليمونة وشوية خل، مية وملح وليمونة وشوية خل، خلاص دول مع نفسهم. هناخد البصل وشوية بصل حلوين كده وشوية طماطم بفلفل اخضر، وكده دي هتبقى الصلصة بتاعتنا. هنعمل ايه؟ هنعمل احلى طبخة رز لاكلة سمين. انا اكلة الكوارع، اكلة السمين، اي اكلة كده بحب اعمل رز باللحمة المفرومة بالدمعة. بيجربوها مش هتندموا، جنب ده بيبقى احلى من اي صوص هتعملوه، او اي احلى من حمص بيتعمل وبيتحط مع الكرشة واسمها الكمونية. لا انا مش بحبها خالص، بحسها بتنفخ المعدة وبحسها تقيلة الحمص مع السمين. لكن الرز باللحمة المفرومة بالدمعة بحسه جميل جدا ومتبل ولذيذ وخفيف مع أكلة السمين، وجميل جدا. والسمين بيحب الدمعة، فعشان كده احنا لازم نعمل تسبيكة حلوة مع الكبة بتاعتنا. نضفنا البصل وغسلناه غسلة حلوة، وهننزل كمية البصل بتاعتنا كلها. طالما الكبة تشيل والدنيا تمام بتشيل الحمد لله. وقلنا هنفرم البصل، ولا محبوش مفروم ناعم قوي، لا يتفرم كده اللي هو بشر بس. والدنيا كده بتبقى ظريفة معاه. سيبناه بكبته كده، وهنفرم الطماطم. طماطم انا بفرمها مع فلفل اخضر. الطماطم انا بفرمها مع ايه؟ مع فلفل اخضر، في قرنين كده شطة حلوين حرقين، بحب افرمهم مع طماطم، بيدوا طعم للصلصة مختلف وحلو جميل. هنا الطبق ده انا جبته عشان احط فيه الصلصة، الطماطم لما تتفرم، وهو الفلفل الاخضر باين في الخلاط، وبفرم. خلاص كده الدنيا تمام. بحب افرم على الخلاط اكتر من على الكبه. جربت فرم الكبه في الطماطم، لقيت الطماطم بتبقى زي المبشوره كده مش متسبكه، لكن في الخلاط بتبقى خلاص مفرومه.
باخده كده منه فيه وبحط طماطم وبرجع تاني اكب نص الشفشف بس صلصة ومنه فيه كده احط ايه الطماطم. كده خلصنا الكمية، نشطف الخلاط ونرجعه مكانه ونشوف هنعمل ايه. اهم حاجة ان نفصل الكهرباء بعد ما خلصنا نفصلها تماما. احبش تبقى الفيش في الحيطة ملاش امان، ممكن بعد الشر تعمل حاجة. المية هنا كانت فارت، مية وخل وليمون وملح. هننزل بقى ايه الكرشه اللي نضفناها سوا، شوف نظافتها حتى لدرجه لما تحط في الميه لونها ما بيغيرش، شفافه شفافه. ليه؟ الحاجه نظيفه ومتنضفه وتمام. عشان كده بقول لكم اسمعوا فيديو نظافه السمين، هينفعك في ايام عيد اضحى. جوزك لو بيحب السمين، حماكي تبقي شاطره، حتى لو انت مش بتاكليه لا تبقي شاطره في طبخه. وبحط كل ايه الحاجه اللي انا عايزاها. الحله دي طبعا كلها ترجع ورا على عين مع نفسها. ليه؟ لان انا عايزاهم تسويه كده يبقوا مزبدين، فانا مش هخليها قدامي. انا اشوف ايه اللي قدامي اللي هشتغل فيه. دي خلاص كده مع نفسها. الحله دي خلاص ضفنا لها الملح والخل والليمون والحاجه بتاعتها والدنيا نظيفه معانا والدنيا تمام. هنا يا جماعه البوتاجاز ده انا بغير الورقه دي كل نهايه اسبوع. يعني ورقه البوتاجاز دي انا بلمها وبغسل البوتاجاز جوه وبره والفرن والدنيا في نهايه كل اسبوع. يعني الورقه دي بتقعد معايا اسبوع، بعد كده برميها. الحله دي بقى هي هنعمل فيها الصلصه بتاعتنا. او الصلصه بتاعتنا هنحط لها فيها طبعا شويه مكعبات ليا كده، بنقطعها مكعبات صغيره عشان تدي طعم للصلصه وتحسي كده انك بتاكلي اكل كده ضاني وسمين ضاني وفي نفس الوقت خفيف. طبعا هنحط ليا وهنحط دي بشويه زيت ذره، حطوش سمنه وليا هتعمل قفله. شويه زيت ذره او عباد شمس، وهتحطي كام مكعب ليا كده عشان تعرفي تعملي صلصه حلوه للسمين. انا طبعا بقطع الليا مكعبات لان الليا متقطعه كبير، يعني هاخد كده كام مكعب عشان الباقي انا هسيبه كده خلاص واشويه عشان يتاكل جنب السمين. بس الكميه دي حلوه على كميه البصل بتاعك. اسيب طبعا الليا مكعبات الليا تنزل كل الدهون بتاعتها عشان انزل بالبصله بتاعتي وتكون الليا كده محمره وسط البصل، بتدي طعم رهيب في الدم. الليا المحمره، قطع الليا المحمره دي وكل شويه القطعه دي بتنزل في الصلصه وبتبقى صغيره فهتتاكل وسط الصلصه. بس حمريها قبل ما تحطي البصل. هنا البصله ما بخليهاش تحمر قوي، يعني كده تدبل معايا وبنزل بالطماطم، معلقه توم، كزبره، كمون، 7 بهارات وملح. ادي الملح، حط 7 بهارات ومكعبين مرق الدجاج. كده لما سبكت معايا بقت تمام. هاخد كده شويه صلصه كده على جنب منيها عشان انا عايزه السمين بتاعي ياخد طعم التتبيله، عشان لما احمره كده يشوي كده معايا يطلع ريحه جميله جدا. هتزوديها كده بميه عادي. احنا حاطين كده مكعبين مرق، مش محتاجه الدنيا شوربه لان هي ليا اساسا اللي انت عاملاها فهتدي طعم الشوربه. ليا انا سلياها وحاطه مكعبين مرق، فهتحط ميه سخنه عادي وهتنزلي بكوبايه ايه بقى، كوبايه رز. شوف كوبايه شاي مش كتيره، دي هتعمل لك حله مليانه رز، طبيخ رز. وهتنزلي بنص كيلو لحمه مفرومه. مفيش نص كيلو لحمه مفرومه، ربع كيلو لحمه مفرومه. مفيش لحمه مفرومه خالص مش مشكله، اعمليها صلصه برز والتوابل دي هتطلع حلوه. بس انا بحب ايه طعم الكفته كده يبقى فيها. ده نص كيلو لحمه مفرومه. تسيبي الكلام ده ياخد ويدي مع نفسه كده ويتسبك، واللحمه دي هتعمل تكتلات كده صغيره كانها صوابع كفته، هتبقى جميله. وفي هيبقى لحمه متفتته فيها هتبقى جميله جدا. صدقوني الوصفه دي انا معتمداها في اكله كوارع، اكله سمين، اكله لحمه راس، اي اكله خاصه بالموضوع ده انا ما بعملش غير الصلصه دي والاكل ده. ليه؟
في التغميس بتاعها خفيف جدا وجميل وطعمه لذيذ جنب السمين. هنا السمين بتاعي الاول ما استوى، خدته ملح وفلفل وقطعته شرايح صغيره. تقطعيه شرايح صغيره بسكينه مشرشره كده، مقطع شرايح. ليه شرايح؟ عشان انا عايزاه يتحمر ويبقى زي المشوي، مش عايزاه يبقى السمين كده قطع كبيره، مش هيبقى لذيذ، ومهما حمرت فيه هيبقى تقيل. لا، قطع صغيره زي كده وتحمري عادي في طوه. وطوه ايه بقى؟ فيها حته ليه صغيره او من السمين نفسه او شويه زيت صغيرين. بس الطوه دي يا جماعه تيفال، بس انا خدتها في القلي كذا مره فبقت بالشكل ده. وكل البيوت فيهم الطوه دي على فكره، يعني مش افتكاسه. ولو رحت اشهر مطعم بيقلي وبيشوي وبيعمل شغال في المطعم هتلاقيه مع طوه زي ده. السمين بقى اللي انا قطعته وعايزاه ينزل كل الدهون اللي فيه ويتحمر، عشان هاخده في طبق صغير على جنب وسط السمين التاني المشوي. طبيخ الرز اهو بالكفته، احنا بنحبوه كده تخين، لا عايزاه طري عن كده فتحطيه ممكن شويه ميه صغيرين. لا انا بحبه كده متركز تخين، تغمزيه كده بالعيش البلدي يبقى ممتاز. وهنا البلدي مش المصري، البلدي اللي هو البلد الصعيدي بتاعنا. شوف الصلصه، مش عايزه اقول لكم طعم الليه مع اللحمه المفرومه مع ده جميل جدا. السيرفيس ده لو نزلتيه في اي مطعم هيكون بمبلغ وقدره. الاكله دي لو رحت اي مطعم هتكلفك، لكن اعمليها في بيت، اكله نظيفه وصحيه واكل بيتي. اتمنى لكم حياه طيبه، ما تنسونيش في الاشتراك والشير واللايك، واشوفكم على خير.